رجل يدخل لست بعد نزول زوجها من البيت. شوفوا عمل ايه. يا ريت قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي. بسم الله يا رب يرزقنا بقموس ولا بأي حاجة نعرف ناكل بيها الرغيف دوت. ده الواحد ما كانش من صباحية ربنا. يا رب انا فقير وتعبان ومش لاقي لقمة. ابعد من عندك يا رب، ابعد عندك كتير يا رب. اكرمنا يا رب بأي لقمة، اكرمنا يا رب. ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟ يا استاذ، نعم. ايه اللي مقعدك كده؟ محتاج اي حاجه؟ قاعد باكل زي ما خليق ربنا، باكل عيش فاضي، ما اكلتش حاجة. ما اكلتش من امبارح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب هات بس اللي في ايدك ده كده. تاخد ايه؟ حتى اللقمة كمان مش عايز تهنيني عليها. يا عم هاكلك انا. يا عم سيبني في اللي انا فيه. يا عم تعالى، ده انا هاكلك احلى اكل والله. تعالى تعالى، ايه موجود بقى انت ورزقك. يلا تعالى. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالى تعالى اتفضل. تعالى. تعمل ايه يا ابني؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش اخش بيت. لو عايز تديني اكل اديهولي بره، ما ينفعش اخش على اهل بيتك. يا حاج مش هينفع تقف بره، انت هتدخل جوه معايا وهتاخد وجبك. يا ابني اسمع الكلام. تعالى بس اسمع الكلام. انت تعالى بس معايا. تعالى بس بالله اتفضل. العظيم يا رب. ربنا يكرمك يا ابني ويجازيك كل خير على اللي انت هتعمله. قلت لك اكل اهو. حبيبي يا ابني. كل بألف هنا، ودي علبة حلويات برضو بعد ما تاكل. حبيبي يبقى خدها معاك وانت ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بألف هنا؟ ايه في ايه؟ مين ده؟ ده راجل غلبان لقيته قاعد بره على السلم فجبته عشان نحط له اكل. ايه المشكلة في كده يعني؟ طب ما ياكل بره على السلم يا مصطفى، ده يجيب لنا امراض. عيب اللي انت بتقوليه ده. طب خليه يطلع بره يا مصطفى. أميرة، أهلك ناس محترمين وأنا مش عايز أمد إيدي عليك أو أقول لك كلام يزعلك. عيب اللي أنت بتقوليه ده، ده راجل غلبان. لو سمحت خليه يمشي ويطلع بره. امشي واطلع بره، بس عايز اقول لك كلمه قبل ما امشي. اي نعم انا غلبان، بس عندي عزه نفس وما استحملش ان حد يهني. انا عندي اكلها بلقمه، بس انت ما تهنيش. اكل لقمه في الشارع وما اسمعهاش منك. ده انا زي ابوك يا بنتي. ابويا؟ ايه ابويا دي؟ انت ازاي تقول ابويا؟ هو انا ابويا شحات كده زيك وبياكل بره على السلم؟ على فكرة عيب اللي أنت بتقوليه ده، ما ينفعش كده. اقعد يا عم الحاج. لا مش عيب، وخليه يطلع بره. قلت لك عيب. لا مش عيب، وبعد كده لو سمحت ما تدخلش حد تاني هنا في بيتي. اقعد يا عم الحاج. لا مش هيقعد، خليه يمشي يطلع بره. قلت لك عيب، أنا مش عايز أمد إيدي عليك. قلت لك يا مصطفى هي طيبة قلبك دي اللي جايبانا لورا، خليه يطلع بره، ده هيجيب لنا امراض. على فكرة ده راجل غلبان واحنا بنكسب ثواب على اللي احنا بنعمله ده، وانت كده بتضيعي الثواب. لو سمحت خليه ياكل بره على السلم، ما تدخليش حد هنا تاني في البيت. لا هياكل هنا لو لا سمحت. مش هياكل هنا، وخليه يطلع بره. كفايه يا ابني كده، كفايه هنا. طب اقعد بس يا حاج بالله عليك، بالله عليك اقعد بس. كفايه. سيبه يمشي. يلا اتفضل اطلع بره. استنى خد علبة لا الحلويات. ما تديهوش حاجه. على فكرة انت زودتيها قوي، وانا هتصل باهلك يشوفوا الوضع ده. وانا مش هقبل بالوضع ده، وبعد كده ما تدخليش حد هنا في البيت. ماشي. الو، ايوه يا حاجة نادية. ايه يا مصطفى؟ ينفع يا حاجة اللي بنتك عملته ده؟ في ايه؟ لو سمحت تجيلي البيت دلوقتي. طب اهدى يا ابني. مش ههدى يا حاجة، تعالى عشان في وضع هنا وانا مش هسمح بالوضع ده. طب افهم بس. هستأذنك يا حاجة تيجي دلوقتي. خلاص انا جايه لك اهو. مع السلامة. يا ترى عم سيبك صورة الرقبه دي. ملهوش لازمه يا مصطفى اللي انت بتعمله دوت. تتصل باهلي عشان تجيبهم عشان واحد زي ده؟ يعني ايه واحد زي ده؟ مش بني ادم ده ولا ايه؟ تدخله بيتي ليه يا مصطفى؟ هو انت اي حد تدخله؟ ده بني ادم زيه زينا بالظبط، واللي انت بتعمليه ده غلط. ولما اهلك يجوا بقى نبقى نشوف حل في الموضوع ده، نشوف هيقبلوا بالوضع ده ولا لا. ولو سمحت ما تتكلميش معايا لحد ما يجوا. اقعدي يا حاج، اقعدي وانا هفهمك كل حاجه. في ايه يا مصطفى؟ اقعدي يا حاج. يا ابني ده انا جايه بالعافيه يا ابني. حاجه الوضع اللي بيحصل ده ما ينفعش وعيب. طب فهمني يا عملت ايه؟ هفهمك يا حاج. يرضيكي بنتك هجيب راجل غلبان كان قاعد بياكل بره على السلم وادخله بيتي واحط له اكل واضيفه، تطرده من البيت؟ لا يا ابني ما يرضينيش، بس برضه بنتي عقلها صغير وعيل وتفكيرها غير تفكيرك. هي تفكيرها غير تفكيرك، وانت برضه فكر بالراحه معاها، ما تزعقش وتعصب نفسك يا ابني. يا حاجه انت هتجنيني يا حاجه. يعني ايه افكر معاها بالراحه؟ بقول لك في واحد جبته هنا البيت وطردته من البيت وقالت ان هو هيجيب لنا امراض واتعاملت معاه اسوأ معامله.
هو ده الرد اللي انت جاي ترديه عليها يا حاجه؟ طب خلاص يا اخويا انت فهمتني، فين هي مكسوره الرقبه دي؟ زعقها لي. قومي تعالي يا حاجه وادخلي بقى شوفي حل معاها. طب يا حاجه على فكره انا ما رضيتش ان انا مدي ايدي عليها. لا والنبي انا جاي اجيب لك حقك، انت مد ايدك على بنتي؟ لا انا اكسر رقبتك كده. انت لا منك لله يا بعيده جايبه لي الكلام. يعني برضه يا مصطفى عملت اللي في دماغك وجبت ماما؟ ايوه جبتها. صوتك عالي ليه؟ صوتك عالي ليه؟ انت بتزعقلي ليه يا ماما؟ انا ما غلطتش. وطي صوتك الاول وبعدين نتكلم. انا ما غلطتش يا ماما. لا غلطتي غلطتي. اسمعيني هحكي لك. انا اللي هحكي لك. هو جاب واحد شافه تعبان فبيرضيه. حصل. انت بقى تعملي ايه؟ انت مش حابه المكان ولا حابه الراجل ولا حابه القعده وريحته وحشه ويجيب لك الامراض. انا اعمل ايه؟ علمونا الكبار احترام الاخرين. هو ده فوجع عندنا. يا ماما اسمعيني، انت ما شفتيش شكل الراجل كان عامل ماليش ازاي؟ دعوه بشكله، ده دخل بيتك. ايوه ضيفه دخل بيتنا، يعني نتعامل معاه بالمعروف مش نرميه بره في الشارع وننزله ونهينه زي ما بنتك عملت كده بالظبط. يا عم بنتي غلطان وانت غلطان. لا انا مش غلطان يا حماتي. غلطان في ايه؟ اسمعني، بنتي غلطانه ان دفعت واتكلمت الكلام ده قدام الراجل. الراجل مش عاجبها في الريحه في كل حاجه. هي غلطت، كانت استحملته لغايه ما مشي. وانت غلطان ان انت برضه دخلت الراجل. يعني اللي بيدي حسنه مش لازم في البيت. يعني ايه يا حماتي؟ انت هتعرفيني الصح من الغلط؟ جبت الراجل وضيفته وحطيت له اكل وخير ربنا كتير موجود. احط له الاكل في الشارع يعني؟ بقول لك ايه، انت عرفتوني انتوا الاثنين. انا مش مرتاح يا حماتي. بيت حضري الغدا لجوزك، عرفتوني ده هي تاخدكم. كانت نصيبه. حماتي استنى اضربيها. لا اضربها؟ لا ده بنتي وحبيبتي وهدلعها. بقول لك ايه يا حبيبتي، ايه يا عاملي الناس بالخير، الضيف له احترامه، وانت غلطتي اللي عليتي صوتك على جوزك وقدام الضيف. بعد ما الضيف كان يمشي كل حقك من جوزك. يلا يا حبيبتي اسمعي كلام جوزك وحضري له الغدا. حاضر يا ماما. حضر لك الخير كان من الاول. استني بس يا حماتي قبل ما تمشي، انا هاكد عليكي موضوع بسيط قوي. انا قلت لك ان انا راجل محترم واخد برضه البنت دي من ناس محترمين ومش عاوز امد ايدي عليها. لا 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 يا اخويا، تمد ايدك عليها ليه؟ اسمعي كلام جوزك يا بنت عشان ما يمدش ايده عليك. عايز حاجه تانية يا اخويا؟ حاضر يا ماما. طب اقعدي اتغدي معانا يا حماتي. بعدين. مع السلامه يا ماما. اقعدوا بالعافيه. ما كانش ينفع الكلام ده برضه، عيب. معلش يا مصطفى حقك عليا، بس انا والله خفت من شكله وكانت ريحته وحشه قوي يا مصطفى. برضه بتكرري نفس الكلام تاني يا اميره؟ خلاص انا اسفه ما تزعلش مني، والله حقك عليا. خلاص ماشي، الموضوع ده ما يتكررش مره تانيه. حاضر. انا هنزل اروح الشغل، مش عايز اي حاجه. ما تحرمش منك يا حبيبي. ماشي مع السلامه. ايوه حاضر يا اللي بتخبط، بتهبط كده ليه؟ دي لسه اللي انت عملتيه فيا؟ انا جاي اخد حقي منك. استغفر الله العظيم يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اتلسعت من نور الدنيا ونور الاخره شكلها ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. مش انا اللي اعمل كده، مش انا اللي اعمل كده، مش انا اللي اعمل كده. حق عندك يا رب، حق عندك انت يا رب. وصلنا لنهاية أحداث الرسالة، يا رب تكون عجبتكم ورأيكم يهمني جدا في الكومنتات. اعملوا شير، وصلوها لأكبر عدد ممكن من الناس، شجعونا على فعل الخير وشجعونا نكمل. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.